شكرا لكم. وبالمناسبه قبل ما اقول شكرا لكم، اخر حاجه بس عايز اقولها سريعا، يعني فريق شباب بلوزداد ما قدرش يفوز على النادي الاهلي ولا مره، يعني قابلناه قبل كده 4 مرات بالمباراه بتاعه النهارده، تعادلين وفوزين للنادي الاهلي، في حين ان هو لعب فرقه تانية من مصر مش هقول اسمها، لعبها 3 مرات كسبها 3 مرات، وكان كسبها رايح جاي من سنتين بالظبط في بطوله دوري ابطال افريقيا. مالناش دعوه، توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قدر ولطف يعني بص المباراه بعنوان قدر ولطف، ونقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. طبعا اكيد احنا كنا عايزين نكسب، واكيد بنتمنى الاهلي دايما يكسب، بس احيانا بشكل الفريق في المباريات اللي زي دي او الاداء بتاع الفرقه بيبقى بالشكل ده، بنقول الحمد لله انها خرجت بالتعادل احسن من ما فيش. وخصوصا ان التعادل دوت برضه مخليك انت اول مجموعه، يعني انت برضه اول مجموعه ومتصدر المجموعه، ولسه عندك مباراتين ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه طبعا مع ميدياما الغاني، وبعد كده ان شاء الله يانج افريكان زي ويجي لك في ملعبك، فلسه في كلام كتير، وان شاء الله باذن الله. يعني ده الاهلي معودنا على كده دايما يا جماعه، هو الاهلي لازم يبقى فيه، بص طالما في ايه ده انت في دور مجموعات، طب معلش بقى يعني ايه اللي بياخد علاج بقى للسكر للضغط كلام من ده كله ياخد العلاج بتاعه، محدش ينسى العلاج بتاعه طول ما الاهلي في المجموعات هتخف بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعدي المجموعات ما تقلقش بقى يعني، ولا العلاج ولا اي حاجه يا عم هتلاقي العلاج بتاعك، هو ده النادي الاهلي معودنا على كده ودايما متعودين معاه على كده. المهم النهايه ان شاء الله، واهم حاجه يصعد بيكون بشكل كويس باذن واحد احد، ويكمل في البطوله ويفوز بالبطوله ان شاء الله. وطبعا النهارده كان نجم المباراه من وجهه نظري المفروض ان هو مصطفى شوبير، الحمد لله اثبت ان هو قد المسؤوليه. طبعا غياب الشناوي غياب طبعا المفروض ان هو يكون طبيعي ان هو يكون مؤثر، بس الحمد لله مصطفى شوبير النهارده طمنا على المركز دوت وقال لنا لا انا موجود ما تقلقوش، وربنا يبعد عنه يا رب شر الاصابات اهم حاجه، ويبعد اي حاجه وحشه عنه يا رب الفتره اللي جايه باذن الله. لكن هو الحمد لله الراجل زي ما بقول لك وبيطمنك بيقول لك انا موجود وما تقلقش ايه على المكان ده ان شاء الله. طبعا الاهلي النهارده ما كانش في احسن حالاته خالص، كان مستواه طبعا بصراحه ما يعجبش اي حد خالص، بس زي ما قلت لك انت المهم في الاخر ان انت متصدر المجموعه، طول ما انت متصدر المجموعه لسه في كلام. المباراه الجايه ان شاء الله الاهلي يقدر باذن واحد احد ان هو يطلع منها برضه نتيجه تكون ايجابيه، ان شاء الله يقدر يكسب ميدياما الغاني في غانا باذن واحد احد، حتى لو لا قدر الله ما قدرش ان هو يفوز لسه عنده المباراه الاخيره طبعا مع يانج افريكانز هتكون في ملعبنا باذن واحد احد، وان شاء الله نقدر ان احنا نفوز وما نحتاجلاش باذن الله، يعني ان شاء الله مش هنحتاج لها المباراه دي، بس ايا كان يعني تفائل خير تفائل خير يا صاحبي، الاهلي ان شاء الله بخير، وكفايه ان هو كان وحشنا ولا ايه يعني مش هناخد كل حاجه معانا، يعني ما فيش حد بياخد كل حاجه، الاهلي كان وحشك فانت شفته خلاص يعني مش مشكله يا سيدي، النهارده او المباراه دي مش هي دي اللي هتوقف الدنيا يعني، ان شاء الله اللي جاي كله خير للنادي الاهلي. والحمد لله على السلامه طبعا رضا سليم واكرم توفيق واللعيبه كلها اللي ما كانتش موجوده قبل كده، والحمد لله على السلامه للاهلي عموما، يعني فكره ان انت تشوف الاهلي بقى يعني وكده الحمد لله، يعني زي ما بقول لك انك تشوف الاهلي بس لوحدها والله العظيم ده علاج، بس طبعا بالمنظر ده بيضايق شويه بس مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي كله خير للنادي الاهلي، ونقدر ان احنا نصعد ان شاء الله اول مجموعه باذن الله، ونكمل في البطوله اهم حاجه، طول ما انت مكمل في البطوله مفيش مشكله، بس اهم حاجه طبعا مستر كولر طبعا يظبط الدنيا اكتر من كده ان شاء الله، وباذن الله يقدر ان هو يظبط الدنيا الفتره اللي جايه، ونبقى ان شاء الله فرحانين بصعود النادي الاهلي، وان شاء الله باذنك يا رب الفوز بالبطوله. شكرا لكم. وبالمناسبه قبل ما اقول شكرا لكم، اخر حاجه بس عايز اقولها سريعا، يعني فريق شباب بلوزداد ما قدرش يفوز على النادي الاهلي ولا مره، يعني قابلناه قبل كده 4 مرات بالمباراه بتاعه النهارده، تعادلين وفوزين للنادي الاهلي، في حين ان هو لعب فرقه تانية من مصر مش هقول اسمها، لعبها 3 مرات كسبها 3 مرات، وكان كسبها رايح جاي من سنتين بالظبط في بطوله دوري ابطال افريقيا، مالناش دعوه، المهم ان احنا خلينا في فرقتنا، زي ما قلت لك الحمد لله التعادل ممكن يكون مش مرضي، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بخليك برضو متصدر المجموعه، وان شاء الله تكمل في البطوله وتفوز بالبطوله باذن الله، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.